منذ سنوات بعيدة كنت أعمل موظف استقبال في فندق قديم يقع عند أطراف المدينة. كان الفندق هادئا، ربما هادئا أكثر مما ينبغي، لكن أكثر ما تعلمت الخوف منه هو الغرفة التي كنا نهمس باسمها بيننا، الغرفة 303. في تلك الليلة، وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بقليل، رن الهاتف الداخلي للفندق. لم يكن أحد يتصل في ذلك الوقت عادة، فكيف إذا كان الاتصال صادرا من الغرفة 303؟ رفعت السماعة فلم أسمع سوى تنفس بارد إلى حد غريب، كأن صاحبه يقف خلفي لا على الطرف الآخر من الخط. تجمدت يدي، ثم جاء الصوت، صوت رجل خافت متقطع: أرجوكم لا تفتحوا الباب، مهما سمعتم لا تفتحوه. وقبل أن أنطق بكلمة انقطع الخط. أرجوك لا تفتح الباب، أرجوك. ما هناك؟ لا تفتح. وقفت من مكاني وقررت الصعود إلى الطابق الثالث. كان الممر طويلا وأضواؤه تومض كأنها تحتضر. عند باب الغرفة 303 سمعت حركة، كأن أحدهم يجر قدميه داخل الغرفة، ثم تلتها طرقات بطيئة متواصلة على الباب من الداخل. وضعت أذني على الباب وسمعت نفس الصوت الهامس: لا تفتح، أرجوك لا تفتح. وفجأة دوى صوت آخر خشن قريب جدا من الباب: افتح. تراجعت خطوة إلى الخلف بينما قلبي ينبض بعنف، وفجأة انفتح الباب ببطء شديد دون أن يلمسه أحد. كانت الغرفة غارقة في الظلام، فارغة تماما، إلا من سرير واحد فوقه آثار غائرة، كأن شخصا كان مستلقيا هناك قبل لحظات. أغلق الباب خلفي بقوة دون أي يد بشرية، وسمعت التنفس ذاته دافئا قريبا من أذني، قريبا للغاية. تجمدت في مكاني، لم أجرؤ على الالتفات. كان الهواء من حولي ثقيلا، كأن الغرفة تضيق بي شيئا فشيئا. ثم شعرت بشيء يمر خلفي، شيء لا وزن له، لكن برودته تسري فوق ظهري، كأن يدا خفية تحركت على عمودي الفقري. بدأ الظلام يتجمع في زاوية الغرفة، يتحرك، يتموج، ثم يرتفع ببطء. لم أعد أرى حدود الغرفة، كأن كل شيء يبترع الضوء. وفجأة انقطعت الأنفاس تماما، لا صوت، لا حركة. ثم جاء همس لا يشبه صوت إنسان: لقد تأخرت، كان عليك ألا تأتي. فتحت عيني فرأيت السرير يتحرك، ينخفض، ثم يرتفع، كأن أحدا يستلقي فوقه ثم ينهض، رغم أن الغرفة خالية. وظهرت خربشات سوداء على الجدار تتجمع لتشكل جملة واحدة: لست وحدك. يا رب، يا رب، شو هذا؟ مين هون؟ لا. تراجعت للخلف، فارتطم ظهري بشيء دافئ
واقف خلفي. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. ثم انطفأت الأضواء كلها دفعة واحدة. غرق كل شيء في الظلام. لم يبق سوى خيط ضوء صغير يأتي من تحت الباب. اقتربت منه مذعورا ووضعت يدي على المقبض، لكن صوتا عميقا خرج من الظلام خلفي. الآن أصبحت جزءا من الغرفة. أصبحت جزءا من الغرفة. وانطفأت النقطة الأخيرة من الضوء. ومنذ تلك الليلة تستمر الغرفة 303 في الاتصال كل منتصف ليل. وعندما يرفع أحدهم السماعة يسمع تنفسا يشبه تماما تنفسي.